كابتني طبعا وزميلي في المنتخب، يعني صعب لنا الماتش وجود 3 لعيبه نص ملعب في نص الملعب، و يعني كانت مباراه صعبه بالنسبه لنا، لكن احنا غيرنا من الشكل التكتيكي بتاعنا في بدايه المباراه. كنت بادئ بحازم باك رايت، وبعد كده لما لقيت في مشكله احمد صبري كان ساقط وراه وعمل لنا مشكله كبيره، غيرت عمر مع حازم، وبعد كده يعني بعد ضياع ضربه الجزاء اللي انا في رايي ضربه جزاء ساذجه من محمود فتح الله. ما ينفعش ان احنا واحنا بننافس على بطوله الدوري يبقى عندنا اخطاء ساذجه زي دي. الماتش اللي فات خطا ساذج من توفيق كلفنا ضربه جزاء، خلى وادي دجله رجع اللقاء وصعب من علينا الماتش، صعب علينا الماتش. دلوقتي لو كانت ضربه الجزاء دي حرس الحدود يعني احرزوها، كان الماتش هيبقى صعب علينا جدا في ان احنا نرجع خسرنا خلاص نص ساعه بس على نهايه اللقاء. في النهايه بحيي كابتن بسيوني على اداء فرقته والجهود، وبتمنى له التوفيق باذن الله في لغايه اخر الموسم باذن الله. اتفضل يا كابتن. هو الزمالك اللي بيبقى موجود فيه شكل هجومي في المبادئ دي قوي، يمكن كان في مباريات الزمالك ما بيكسبش بس بيروح لجون وبيضيع فرص كتير، ويمكن انت كنت اتكلمت قبل كده ان يهمك ان انت توصل للجون بصرف النظر عن اضاعه الاهداف من عليها. النهارده الزمالك ما كانش بيروح للجون خالص، يمكن مباراه واحده بس الاختراق من يوسف اوباما عرضيه دي الهجمه الوحيده للزمالك قبل الهدفين. فشايف ايه الاصول الهجوميه اللي كانت موجوده النهارده في التشكيله او في اداء اللاعبين اللي خلت مفيش فرص هجوميه للزمالك؟ احنا اتفقنا ان احنا بنواجه مشكله امام الفرق اللي بتلعب بمسافه دفاعيه. السيطره دايما بيبقى معانا السيطره ومعانا الاستحواذ، لكن لازم نترجم الاستحواذ ده لفرص واهداف. مفيش فرقه تقدر تلعبك بالشكل الدفاعي اللي بتلعب بيه ده لمده 90 دقيقه. احنا بنبقى عارفين ان بعد 60 65 دقيقه المجهود البدني عند اللعيبه الفرقه الثانيه اللي قدامنا اكيد بيقل، لان ان انت تلعب بالتزام كامل بالشكل ده قدام فريق زي الزمالك صعب جدا ان انت تنفذه لمده 90 دقيقه. عشان كده الملعب لما اتفتح يعني قدرنا نعمل التغييرات بتاعتنا اللي انا في رايي كان ليها تاثير ايجابي جدا على شكلنا. ولاد كلهم صغيره، انا عندي على الاقل 8 او 9 لاعبين غيابات، بندي فرصه للشباب الصغيره شباب النادي. كلنا شفنا لما يوسف نزل كان جيد جدا، مصطفى فتحي نفس الكلام، عبد الرحمن لما نزل ادى بشكل جيد. نتكلم في الثلاث تغييرات بتوع المسؤولين كلهم 19 سنه و 18 سنه، وهي دي السياسه بتاعتي في الفتره اللي جايه او من اول ما جيت مسكت النادي، ان احنا بندي فرصه لشباب النادي اللي انا في رايي هم امل النادي وهم امل فريق نادي الزمالك. اذا كنا نامل في عوده نادي الزمالك الى مكانه الطبيعي فاملنا هو قطاع الناشئين وشباب الناشئين. انا كمدير فني ما بخافش من الدفع بالشباب، زي ما شفتوا المباراه اللي فاتت يوسف اوباما ومصطفى فتحي نزلتهم في وقت كنت مغلوب فيه، وثقتي فيهم وامكانياتهم غيرت لنا المباراه وقدرنا نكسب. النهارده نفس الكلام، انا شايف ان احد اهم اسباب الفوز هو وجود لاعبين شباب معانا قدروا ينزلوا ويغيروا من مجريات البطوله. ان دومينيك بقى محتاج مساحات اللي هو يلعب فيها، والنهارده زي ما احنا اتفقنا ان حارس الحدود كان قافل لنا المساحات بشكل جيد، وكان الخط الدفاعي بتاعهم راجع 5 6 ياردة زياده عن الفرق الثانيه اللي لعبناها. ده قلل المساحات اللي ممكن دومينيك يجري فيها، علشان كده اخترنا ان احنا ننزل لعيب ثاني. الحاجه الثانيه ان احنا نقلنا الطريقه ل 4-4-2. لما دومينيك طلع لعبنا باثنين راسين حربه اوباما واحمد علي، ونقلنا مؤمن ناحيه الشمال. فعشان كنا نعمل تغيير ونغير الطريقه كان اللعيب الوحيد اللي ممكن يخرج من الملعب هو دومينيك. نعم. احنا قلنا سؤال منها. سؤال منها. لا اتفضل. لا اسال تعمل. كان في اخطاء ثابته من المدافعين سبب هل شايف دي سبب استثنائي كانت الاخطاء دي؟ تهور يعني تهور. احنا لازم نتعلم ان احنا ما نعملش اخطاء ساذجه زي ما انا قلت، سببها في تهور. لازم الاخطاء ايه هي الاخطاء؟ عباره عن قرارات، ان انت خدت قرار غلط في موقف غلط. يعني الماتش اللي فات احمد توفيق عمل بينالتي، راجل ظهره للجول وراجل في حته ما ينفعش نعمل فيها فاول اصلا وبياخد قرار. لكن توفيق لعيب صغير عنده 21 سنه، بيتعلم وبيتعلم الخبرات. النهارده خطر جه من فتح الله، لعيب عنده خبرات كبيره، لكن ده ما يمثلناش ان فتح الله بيأدي افضل مواسمه مع الزمالك انا في وجهه نظري. وما نخليش الخطا اللي عمله فتح الله ده ينسينا المجهود الكبير اللي فتح الله عمله في قياده خط الدفاع في الفتره اللي فاتت.
الحقيقه النهارده برضه احب اشكر عبد الواحد السيد على ادائه وعلى رجولته وعلى قيادته للفريق. عبد الواحد الفتره اللي فاتت عايز اقول ان هو بيقوم بدور كبير جدا معايا زيه كانه مدرب معايا بالظبط، يعني كانه احد افراد الجهاز بل اهم. فبشكر لعيبتي وبشكر اللعيبه الكبار اللي مسؤوليتهم بتزيد كل ما اللعيبه الصغيرين بتكتر في الفرقه، يعني كل ما عدد اللعيبه الصغيره بيكتر في الفرقه مسؤوليه اللعيبه الكبار بتزيد، وهي دي مسؤوليه اللعيبه زي فتح الله ووحيد وعبد الشافي ونور السيد. سياسه الزاجي بالناشئين يا كابتن مستمرين فيها يا فندم. مستوحاه من ريال مدريد لا يا فندم، لا احنا كنادي مؤمنين او انا كمدير فني مؤمن ان امكانيات اللعيبه اللي طالعه من تحت المؤسسه افضل من اي لعيب تاني، وهنعتمد عليهم لغايه ما يبقوا عناصر اساسيه في النادي. شكرا.